عزيزي المشاهد، صالون الثغر الليلة لشخصية من أبرز الشخصيات في مجال المسرح في مصر والعالم العربي، وهو يعتبر من رواد المسرح المصري والعربي ككاتب ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي في مجال علوم المسرح. الأستاذ الدكتور أبو الحسن سلام حصل على الدكتوراه في الآداب من قسم اللغة العربية جامعة الإسكندرية، وكان عنوانها الإيقاع في المسرح المصري. بدأ ممارساته للمسرح مخرجا هويا في عام 1964 وحتى الآن أخرج ما يزيد عن 40 عرضا مسرحيا. كتب العديد من المسرحيات الطويلة وعددا من مونودراما البوح الذاتي والقصائد، كما كتب ما يزيد على 128 دراسة في علوم المسرح وفنونه ونقده ونظرياته. أسس الأستاذ الدكتور أبو الحسن سلام فرقة المسرح السياسي عام 1964، وفرقة مسرح السامر بالإسكندرية عام 69، وفرقة سيد درويش الاستعراضية الغنائية عام 73، وجمعية الدراما عام 76، ومحكى الإسكندرية المسرحي بقلعة قايتباي عام 81، وشارك في تأسيس قسم المسرح بآداب الإسكندرية عام 82، ودبلوم دراسات مسرح الطفل بكلية رياض الأطفال عام 89، وشعبة المسرح بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود عام 91. تدرج الدكتور أبو الحسن سلام في المناصب الجامعية والعامة حتى أصبح رئيسا لقسم المسرح بكلية الآداب عام 96، ومشرفا عاما على فرقة الإسكندرية المسرحية ومسرح سيد درويش عام 96، ووكيل وزارة الثقافة رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2000. حصل الأستاذ الدكتور أبو الحسن سلام على العديد من الجوائز المصرية والعربية، من أهمها الجائزة الأولى في كتابة الأوبريت من وزارة الثقافة والمركز القومي للمسرح عام 97، درع المسرح العربي بكلية الآداب جامعة الإسكندرية عام 97، درع مؤتمر الأدب المسرحي بمطروح هيئة قصور الثقافة عام 97، مسلة حمورابي وزارة الثقافة العراقية عام 2000، درع تكريم وزارة الثقافة الأردنية عام 2002، درع مسرح الجزيرة الإماراتي عام 2000، درع وزارة الثقافة المصرية دار الأوبرا المصرية عام 2007، ميدالية تكريم من اتحاد الكتاب بمصر عام 2009. مشاهدينا الأعزاء، بيسعدنا أن نستضيف في صالون الليلة الأستاذ الدكتور أبو الحسن سلام، وكيل وزارة الثقافة وأستاذ علوم المسرح متفرغ بكلية الآداب جامعة اسكندرية. برحب بحضرتك يا دكتور، أهلا بيك. أهلا بيكم، أهلا وسهلا. طبعا في صالون الليلة أيضا معنا ضيوف الصالون الدكتور شادي أبو الحسن، مدير شركة توزيع أدوية وهو أيضا طبيب بيطري، والأستاذة كريمة سلام الباحثة في تفسير الأحلام، ومعنا أيضا في هذا اللقاء الأستاذة منى مصطفى المحامية وهي زوجة الدكتور شادي. برحب بحضراتكم معنا وكل سنة وانتم طيبين. أهلا وسهلا. طبعا احنا بنقول صالون الثغر، والصالون بيبقى متنوع رغم ان احنا يعني البرنامج في ضيافة أسرة، ولكن في تنوع في الاختصاصات. دكتور أبو الحسن، في البداية طبعا حضرتك مؤلف مسرحي ومخرج مسرحي وأستاذ في علوم المسرح، واسكندرية مش عايز ابتدي بمشاكل واقول معاناة اسكندرية عدم وجود مسرح او مسرح خاص باسكندرية او فرقة مسرحية خاصة. خليني الاول اتكلم التأليف المسرحي والاخراج المسرحي، الى اي مدى يخدم كل على الاخر؟ التأليف يخدم على الاخراج، والاخراج ايضا يعني يخدم على التأليف، وحضرتك مارست الاثنين وحضرتك استاذ اكاديمي. شكرا. السؤال الفني ده طبعا التأليف، الإخراج يخدم على التأليف، لأنه هو في البداية طبعا خالص من أيام اليونان الممثل هو الأساس، يعني بدأ بالتمثيل ثم بعد ذلك المؤلف، وأصبح هناك حاجة اسمها عصر المؤلف اللي هو كان فيه طبعا الكلاسيكيين الكبار في اليونان، سواء التراجيديين اللي بيكتبوا مأساة أو الكوميديين بيكتبوا ملهاة، وكان في ذات الوقت حتى المؤلف نفسه هو المنتج، يسموه الخريجوس، وهو المخرج. مخرج بمعنى أنه الأداء طبعا أهم حاجة الأداء التعبير الصوتي، باعتبار أن المسرح كان بياخد مثلا 40,000 و120,000 بعض المسارح، مسارح مفتوحة
وبالتالي التعبير الصوتي هو الاساس في التوصيل. اهم شيء هو التعبير الصوتي، وطبعا كان بيبقى القناع، والقناع فيه بوق، هذا البوق بيبقى بيستخدم كأشبه بمكبر صوت. ومن ناحية أخرى كمان جغرافية المكان اللي فيه المسرح بيبقى على منطقة تلية، ويبقى في اختيارات لاتجاهات الصوت، يعني بحيث يبقى المتكلم أو الممثل اللي بيتكلم يبقى صوته في اتجاه الريح أو اتجاه الهواء، عشان للتوصيل، لحسن علشان التوصيل. طبعا الناحية الأخرى إنه فيه تقنية في المعمار نفسه، زي المسرح الروماني هنا عندنا في اماكن الصوت بيبقى تمام. المسرح الروماني هنا، وزي المسرح في جرش في الأردن، ومسرح تاني آخر برضو أكبر في الأردن كنت شفته في منطقة قرب حدود سوريا، ولو إن كان مهمل رهيب. بيعتمد على ارتداد الصوت مش امتصاص الصوت. لو حضرتك طلعت فوق، طلعت آخر حد طلع آخر حاجة فوق، آخر الدرج فوق، وحد بس قطع ورقة تحت كده، قطع ورقة تسمع. لأن تحت الحجارة نفسها، المدرج نفسه في فتحات، هذه الفتحات في فراغات تحت، فالهواء داخل، فحتى هذه الفتحات نفسها معمول حسابها. والستيج نفسه الحجري ده في فتحات مخصوصة، ديت بتبقى عامل مهم قوي في مسألة الصوت. دكتور، ده شغل الأوبرات أيضا والكلاسيكيات أو العزف الكلاسيكي اللي ما بيعتمدش على مايك، بيعتمد على الصوت الطبيعي للآلة، وبالتالي بيبقى عزف مميز يعني أو مقطع مميز. أيوة طبعا. وحضرتك لو لاحظنا الممثلين القدامى زي جورج أبيض ويوسف وهبي والريحاني وغيرهم من هؤلاء الأساتذة الرواد، أهم حاجة عندهم التعبير الصوتي، التعبير الجهوري ده اللي هو أهم حاجة صوته، ولذلك هتجد فيه نوع من الرونق، نوع من التكلف. ما بقاش علم قديم يا دكتور دلوقتي؟ لا قديم، يعني لا خلص، لا ده خلص طبعا. يعني هي دلوقتي التعبير الحركي مهم جدا. ده طبعا، لا طبعا، هي لأنه كان طبعا حتى مسألة المناظر كانت مناظر مرسومة، يعتمد فيها على إنه يرسم قصر في اللي بيسموه الفندق، مناظر مرسومة وكده. طلعنا فنانين بيعملوها، فطبعا هذا الكلام كله يعني اقدر اقول العناصر المختلفه الموجوده على المسرح يعني كلها وحده متكامله للتعبير عن حاله. ده في الوضع القديم. في الوضع القديم، وكان في الاول زخرفي، يعني ديكور وغيره كان اقرب الى الزخرفه. لكن بعدين في حاجه اسمها السينوغرافيا، اللي هو بالضبط كده علم المناظر، واللي انا اسميه المعادل التشكيلي لموضوع النص. زي النص بيقول ايه، طيب على الازياء وعلى الاضاءه وعلى المكياج وعلى الديكور وعلى الاكسسوار، وحتى على حركه الممثل انها تخدم على الموضوع. نعم. فان ما خدمتش ما يبقاش اسمه سينوغرافيا. ده بيقولوا ابن الوز عوام، ما طلعش عوام المره دي.